السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا مسافرة سفرية كده، لا كانت على البال ولا على الخاطر. انتوا شايفين منظر عينيا معيطة يعني طول الليل، الحمد لله. بس سفرية كنت لازم اقوم بيها ومشوار عليا جامد، بس اللي كان لازم اعمله. وقلت اخد رأيكم برضو في القصة دي، واحكي لكم المشكلة اللي حصلت ما بيني وما بين والدتي. حصلت والله مشكلة جامدة جدا، وانا رايحة عشان احاول يعني احل المشكلة. فمش عارفة، الله أعلم بقى، أنا مسافرة اهو، مش عارفة هي هتتحل ولا مش هتتحل، يعني الله أعلم. القصة إني أنا عندي أختي الصغيرة دي خلاص على وش جواز، يعني خلاص، ربنا سهل لها الحال، وقدامها كده كام شهر وتتجوز. المهم هي خلصت كل حاجة، والدتي جابت لها كل حاجة، الهدوم، التلاجة والغسالة والبوتاجاز، جابت السجاجيد، جابت الستاير، جابت النجف، يعني ظبطت الحاجة كلها. واختي بصراحة يعني ما بتنقي حاجات يعني كتير، يعني مقفرة شوية. انا بقول لها، قلت لوالدتي يعني لا، لمي ايدك شوية، مش لازم البهزرة قوي كده، مش لازم الهدوم دي كلها، جايبة هدوم يعني تكفي عروستين تلاتة. فانا قلت لوالدتي لا، ما ينفعش كده، يعني الحاجة غالية وحرام، يعني حرام الحاجة دي كلها. الفوط بالدست، يعني هي هتستهلك كل ده؟ ملايات، مش عارف ايه، حاجات، لا حاجات كتيرة بجد. فجت على موضوع المطبخ، فالمهم ايه، خدوا المقاسات وراحوا للراجل بتاع المطبخ. جه والمهندس وشاف المطبخ وخد المقاسات، وقال لهم ايه، المطبخ ده هيتكلف كام؟ هيتكلف 150,000 جنيه. فبتكلمني، طبعا هي كان في مبلغ شايلاه لأختي عشان تجهزها بيه، فاللي باقي كام؟ 50,000 جنيه. فقلت لها طب ليه؟ يعني هو ايه المطبخ ابو 150,000 ده؟ يعني ايه لازمته؟ و150,000 من غير الرخام. طب قلت لها ايه لازمته؟ قالت لي يا بنتي، طب ما هو كل البنات كده ومش كل البنات كده، ودي شقتها يعني، خلاص يعني لازم تعملها، ده مقاسات ومش مقاسات. قلت لها طب ما تعمل اي حاجة، هو لازم ما حتة مطبخ مترين ولا مترين ونص، ايه المشكلة يعني؟ هو يا تتجوز بمطبخ ب150، وهيدخل له رخام في 50,000، في ب200,000 جنيه، ليه هي بنت وزير؟ ما تتجوز بأي حاجة، مطبخ متر ونص، مترين، ايه المشكلة يعني؟ المهم والدتي بقى ايه، زعلت من كلامي، وهي طبعا كانت بتكلمني على اساس عايزة تاخد مني مبلغ سلف. بتكلمني في كام؟ في 100,000 جنيه. قلت لها طب و100,000 دلوقتي، انا ورايا مصاريف وعندي عيال، هسحب لك 100,000 جنيه علشان خاطر هي عايزة تعمل مطبخ ب200,000 جنيه؟ طب ما تعمل مطبخ على قدها. يعني انا شايفة ان المطبخ، قلت لها ليه هي مش هتعمل ألموتيل عادي زي بقية الناس ما بتعمل؟ قالت لي لا يا بنتي، ده هي عايزة تعمل حاجات، يعني حاجة غير الألموتيل. فقلت لها عايزة تعمل ايه ان شاء الله يعني غير الألموتيل؟ قالت لي عايزة تعمل أكليريك. قلت لها أكليريك ليه؟ يعني هو ايه، هو في ايه، هو ايه اللي افترى ده؟ طب ما انتي معكيش غير 50,000. يعني مثلا هنحط لك، نلم انا واخواتي كل واحد يحط لك 10 ولا حاجة، يعني اقصى حاجة المطبخ 100,000. ليه الافوره دي؟ هي بقى اختي الصغيره دي بقى متدلعه جدا، ووالدتي عايزه تعمل لها، تجيب لها كده نجمه من السما. فانا بصراحه اتنرفزت وشديت مع والدتي جامد، يعني قلت لها لا، ما ينفعش، ما ينفعش كده، انت يعني حاسه فيه، يعني ماشيه وراها كده. وفي هدوم قلنا ماشي، في فوط مفيش مشكله، في الحاجه بتاعه المطبخ، عايزه سامسونج، عايزه LG، بقت تجيب حاجات يعني كتيره زي ما يكون، يعني ايه، وهي ماشيه عايزه تنهب الدنيا وهي ماشيه. قلت لها لا، ما ينفعش كده، وبعدين احنا معانا عيال، واحنا ورانا مصاريف وورانا بيوت، يعني انت كده هتأثري على، مش هتأثري على نفسك بس، وعلينا احنا كمان. فطبعا اتنرفزت جدا وكلمتها بطريقة وحشة. فانا مش عارفة يا جماعة، هل انا غلطت؟ هل يعني دلوقتي اما تعمل مطبخ ب200,000 جنيه وعايزة تاخد مني انا 100,000 جنيه علشان خاطر إيه؟ المنظرة، وهتمنظر قدام اهل جوزها، والمفروض تبقى رحيمة بأمها. ووالدتي بقى سابت الدنيا كلها ومسكت فيا انا، مش عايزين منك حاجة. هو انتي هتذلينا بفلوسك؟ هو انتي عشان معاكي فلوس يعني 100,000 جنيه هتذلينا بيها؟ هو انتي؟ قلت لها مش حكاية أذلك، طب انتي حتى لو خدتيها هترجعوها امتى؟ انا مش هديكوا فلوس كده وخلاص هعرف. قالت يعني ربنا يسهل، اما اخويا
قدامه يعني في حاطط فلوس كده في مشروع، لما ربنا يسهل هتبقى تاخد منه ال100,000 وتدهيني. طب وانا ذنبي ايه في القصة دي يا جماعة؟ يعني انتوا قولوا لي رأيكم كده، هل اختي دي غلطانة؟ اختي دي لو جبت لها لبن العصفور كده مش هيعجبها. بتجيب حاجات يعني اوفر، يعني راح تجيب الطقم الصيني. الناس العروسة دلوقتي بتجيب طقم واحد، طقم صغير. دي جايبة طقم كبير، وجايبة طقم كبير صيني. بتقول ده تستخدمه في المطبخ، وطقم تاني شايلاه في النيش. يعني في عروسة بتجيب 2 طقم صيني، واحد شايلاه في النيش والتاني في المطبخ. وجايبه العجان، بتقول لك عجان كبير. يعني طب ما عجان كبير وخلاص، تقول لك لا طب افرض انا احتجت اعمل كميه صغيره، جايبه عجان صغير وعجان كبير. يعني الحاجه بتجيب منها واحد واتنين. طب انا واحده عندي عيال ومحتاجه مصاريف ومحتاجه، ايه اللي يخليني يجبرني ان انا احط 100,000 عشان خاطر اختي، وعشان والدتي ما تزعلش؟ والدتي بقى زعلت مني جامد جدا، وتقولي انتي بخيلة، انتي مش عارف ايه، انتي مش يعني ايه 100,000 جنيه ما تساعدي بيها اختك؟ ومش ده انتي بدل ما تقولي لي يا ماما خليها عنك خالص، يعني انا هدفع ال100,000 ومش هاخدها تاني. طب ازاي يا جماعة ادفع 100,000 جنيه ما اخدهاش تاني ليه يعني؟ طبعا اتنرفزت جدا، وبصراحة طولت لساني عليها يعني. حسيت ان انا كده غلطانة، فرجعت قلت بقى لا انا اروح اصالحها، بس برضو مش هديها ال100,000 جنيه. يعني هسافر والله اعلم بقى هي هتعمل ايه معايا هناك. فانا رايحة دلوقتي يعني قلقانة من رد فعلها. واختي طبعا مش ما تتوصاش، مش عارفة هتعمل فيا ايه. وخايفة طبعا ان الموضوع يتطور والمشكلة تكبر اكتر. فانتوا قولولي كده في الكومنتات، هل انا غلطانة ولا هم اللي غلطانين؟ هل دلع والدتي في اختي الصغيرة دي، الدلع الاوفر ده، يعني هل ده صح؟ ان انا كل حاجة تطلبها حاضر مجاب. إيه مش عارفة ايه، شاشة جايبة، شاشة. في عروسة دلوقتي بتجيب شاشة في المطبخ. دي جايبة شاشة في المطبخ وتكييف في المطبخ. طب يعني للدرجة دي، يعني للدرجة دي، يعني انتوا الفلوس عندكم كتير قوي. طب خلاص يا جماعة ما تستلفوش. ما تجيش لواحدة زي تقولي لي ايه اديني 100,000 جنيه، عشان خلاص انتي خلصتي الفلوس اللي معاكي كلها، وفاضلك 100,000 للمطبخ. فمش عارفة، يعني الموقف ده عمل مشكلة كبيرة، واختي السبب فيها بطمعها وأنانيتها. انا قربت اوصل اهو، ادعولي ان الموضوع ده يخلص على خير كده، وان والدتي يعني ترضى عني كده وتهدى، وربنا يهديلها الحال. بس ما تاخدش برضو مني الفلوس، تاخدش مني 100,000 جنيه يعني عشان احطها في مطبخ، ومنتظرة مني ان انا ما اخدهاش تاني. طب على اساس ايه يا جماعة؟ اختي بصراحة في جهازها يعني ايه، لا جابت حاجات بصراحة. يعني السجاجيد دي جايبة الكل، يعني في حد دلوقتي بيجيب غيار للسجاجيد وهي عروسة لسه؟ يعني الأوضة جايبة لها سجادة وغيار، بتقولك أصل عشان لما تتوسخ السجادة أشيل دي وأحط دي. طب ما تشيلي تغسلي وتحطي تاني، ايه المشكلة؟ الواحدة المفروض تكون برضو رحيمة بوالدتها. المطبخ مختارة مطبخ أكليريك. طب ما يا جماعة، ما الأكليريك ده بيبقى غالي. طب ما الألموتيل حلو، ماله الألموتيل؟ في حاجة اسمها ألموتيل برضو كلادنج، بتبقى سعرها برضو مريح شوية. فأنا مش عارفة، مش عايزة أقول لكم بقى، أنا يعني أنا راحة وأنا بجد يعني مش عارفة هعمل ايه. بس ربنا يسهل الحال، وانا راجعة كده هقول لكم برضو ايه اللي حصل هناك لما رحت. وربنا يسهل وتطلع الزيارة يعني، اروح واجي على خير، ووالدتي يعني ما تبقاش زعلانة مني. اختي مش مشكلة، عادي يعني. بس وربنا يهدي الحال يا رب. خلاص احنا قربنا اهو، داخلين تقريبا على الشقة. بس انا مش عارفة بقى، بحاول كده اجهز كلام، مش عارفة اقول لها ايه. والدتي طبعا ما تعرفش ان انا رايحة، فهتتفاجئ بوجودي بعد المشاكل اللي حصلت دي. وحكت طبعا لاخواتي، وقالت لاخويا الكبير واخويا الصغير، وقالت لاخواتي البنات، وكلهم بقى كلهم مغلطيني. يعني كلهم بيقولي ايه المشكلة يعني. وبعدين اخويا قال لي طب ايه المشكلة اما تديها ال100,000 جنيه وانا هديهم لك، يعني انا قدامي مثلا شهرين تلاتة وهرجع لك ال100,000 تاني.
طب انا دلوقتي انا ايش ضمني بقى ان انت هترجع الفلوس دي؟ انا انا مش عارفه. وبعدين انا المشكله دلوقتي مش عندي في الفلوس، المشكله عندي في التصرفات والمخ والدماغ اللي بتفكر غلط. احط 200 الف جنيه في مطبخ عشان ايه؟ يعني هي متخيله نفسها بنت وزير يعني ولا ايه؟ مش عارفه. نزلت من العربيه وواقفه كده، قلت ايه افكر شويه انا هقول ايه، هعمل ايه. قلت كده اقف قدام النيل افكر كده، هشوف هعمل ايه في المشكله بتاعتي دي. بجد يعني بقدم رجل واخر رجل، قلقانه جدا من رد فعل والدتي. بس انا عارفه ان هي عصبيه وبتتهور يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا بصور لكم بعد ما رجعت من عند والدتي، وزي ما توقعت بجد مشيتني فيا قمريش. بجد ادتني كلام يعني انا مش قادره استوعب هي ازاي قالت لي الكلام ده. كل ده عشان 100 ألف جنيه عايزاها لأختي؟ يعني هي بالنسبة لها أختي الصغيرة، ما هو أساسا آخر واحدة دي دايما بتبقى متدلعة قوي كده، وهي نفسها بقى ما أقولكوش عملت فيا ايه. كل ده عشان 100 ألف جنيه عايزاها. بس أنا رفضت برضه، مرضتش اديها الفلوس. حاولت معاها كتير ان هي اصالحها وترضى وكده، لكن هي ما رضيتش للاسف خالص، وده انا كنت متوقعاه. يعني انا عارفه والدتي صعبه. وقالت لي لا ما ينفعش، وما ينفعش انت تقولي الكلام دوت، واختك دي اخر العنقود، يعني كل اللي هي عايزاه نجيبه لها. خلاص انا ما فيش حد تاني ان انا اجهزه. قلت لها ماشي ما فيش حد تجهزيه، بس ما يعني ما تفتريش قوي كده. بس وقلت لها معلش لما تفتري افتري من فلوسك. يعني انت ما تجيش عليا انا وتاخدي مني فلوس وخلاص. خدي من اخواتي، اشمعنى انا؟ تقولي لا انتي الكبيرة وانتي اللي المفروض تقفي جنبي وانتي المفروض تساعديني. قلت لها ماشي اساعدك على قد مقدرتي. حاجة مهمة، مش هتجيبي مطبخ مثلا خالص، معكيش فلوس مطبخ خالص. اساعدك مثلا ب20 30 الف تجيبي مطبخ. حاولت معاها شمال يمين ان هي ربنا يهديها وترضى عني كده وتبقى يعني ما تبقاش زعلانة، بس ما نفعش خالص. يعني واختي بقى ما شاء الله يعني شعللة الدنيا. بس وجت في الاخر بقى بتقول لي ايه واديتك 2 كيلو لحمه. طب انتي بتتكلمي احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ادفع تمن 2 كيلو لحمه ب 100 الف جنيه؟ طب انتي اديتيني 2 كيلو لحمه علشان خاطر المشكله اللي حصلت ما بيني وما بين اخويا، لما ادى لاختي التانية اللي هي الاكبر من الصغيره دي، ادالها اللحمه اكتر زي بالظبط. انتي كنتي بتراضيني، طب انتي دلوقتي انتي ايه دخل اللحمه دلوقتي في القصه اللي احنا فيها؟ احنا قربنا نوصل يا جماعة، وانا بجد نفسيتي تعبانة قوي. مش عارفة يعني اعمل ايه، وانا ما بحبش طبعا ان انا ازعلها، بس زعلت برضو ان هي جابت سيرة اللحمة في الموضوع. لحمة ايه اللي انتي بتتكلمي فيها؟ انتي بتتكلمي يا جماعة دي بتتكلم في 100 ألف جنيه زيادة. يعني وهي معهاش غير 50. ده هي لسه كمان بقى في الرخام، ده قصة تانية. هي تلاقي كانت عايزة تقولي على فلوس الرخام، بس ما قدرتش بقى لما انا عملت المشكلة دي وما سكتش. يلا. المهم يعني انا قربت اوصل كده خلاص ان شاء الله. هشوف الموضوع ده هيوصل لحد فين، وانا معاكم برضو وهقول لكم اكيد ايه اللي هيحصل اول باول. وادعوا لها ربنا يهديها ويهديني والموضوع ده يتحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.